هنطلع على الساعة ولقيت الوقت متأخر والولاد رح يوصلوا من المدرسة وأنا بعد ماني محضرة الغدا. طلعت شو عندي بالبيت، لقيت عندي بطاطا على شوية بصل على شوية بندورة. قلت يلا رح أعمل هيدي الطبخة سريعة كتير، ما بتاخد معك وقت. أنا دالي بعمل وصفات خاصة لمرضى السيلياك. يلي بعد ما عمل لي سبسكرايب بتمنى أنكم تتابعوني وتشاركوا الفيديو لحتى يستفيد الكل ويشوفوه. أول شي حطيت زيت، قليت بصل أخضر، قليت منن حار، هيدي فليفلة أنا زارعتها كمان، وحطيت بندورة مقطعة ورب بندورة. على فكرة فيكم تحطوا فليفلة ملونة كل الألوان طلع كتير طيبة، بس أنا هيدا الموجود كان عندي. حطيت ملح، بابريكا، وبهارات مرقة الدجاج أكيد جلوتين فري، وقطعت البطاطا بهيدا الشكل وحطيتهم وقلبتهم مع بعضهم وتركتهم لحتى يندمجوا هالمكونات مع بعضها. ما أخذوا أصلا كتير وقت، تقريبا شي ربع ساعة كانت بطاطا بلشت كمان تستوي وتاخد كل النكهات الطيبة. سكرت عليهم لحتى تركتهم لحتى يستووا مع بعضهم. ورجعت عندي لقيت في جبنة موتزاريلا، قلت برش على الوجه شوية جبنة. أكيد بهيدي هون حطيت شوية مي لحتى يستووا، وبس استويت حطيت لها رشة موتزاريلا، ونتيجة كتير طيبة عجبتهم كتير لأولادي وأنا كتير حبيتها. جربوها وقولولي بالكومنتس إذا عجبتكم، وإن شاء الله ألف صحة.